ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة، برنامج هوايات مصرية على قناة هواة الحمام المصري. بفضل الله دايما بنقدم لكم الجديد، بنقدم لكم أفكار وأبحاث، وبنصور حتى مع ناس. في ناس احنا بنسيبها تلقائي كده، احنا بنسيب لها الكاميرا لأن عندهم معلومة كويسة بيقدموها. الهدف من قناة هواة الحمام المصري إن المعلومة توصل للناس، خاصة إذا كان بحث علمي زي ما احنا عملنا قبل كده حلقات كيف تربح أموال من تربية الحمام، واتكلمنا على الإنتاج المكثف. بنشكر الدكتور محمد الجمل. معنا موضوع مهم، الموضوع ده هيصير دجل جامد قوي يا استاذ محمود، بس انا واثق من الكلام اللي احنا بنقدمه لان بفضل الله يعني عندنا سابقة اعمال مع الناس كويسة. موضوع جديد جدا، موضوع غريب شوية. حمامة موجودة ومش موجودة. يعني ايه حمامة كانت موجودة زمان مش موجودة دلوقتي؟ اعتقد ان 80% من الغواية ما يعرفوش عنها حاجة. يمكن انا كنت واحد من الناس دي اللي انا برضو ما كنتش اعرف عنها حاجة. الاستاذ محمود اكتشف حاجة كويسة وانتج واجتهد بقاله سنتين عشان نعمل حلقة زي دي. الموضوع ده استاذ محمود شغال عليه بقاله سنتين، هو موضوع الحلبي الابيض. محدش طبعا سمع عن حاجة اسمها الحلبي الابيض، لكن احنا قرينا عنه وما شفناهوش. فاستاذ محمود النهارده يحكي لنا قصة الحلبي الابيض. والله انا استاذ كرم، بنحب غزار كرم فريد. كرم فريد من الشخصيات الجميله اللي بتقرا كتير جدا ومخها متفتح يعني. تمام. كان عنده مجموعه كتب من 410 سنه، فكان في انواع غريبه كده حتى قرايه ما انت يعني ما تعرفش تقراها. هنوريها لكم، هننزلها لكم على الفيديو ان شاء الله. فلقيت ورقتين في الكتاب دوت بخط الايد، طبعا ما كانش فيه تكنولوجيا دلوقتي. هو الكتاب اثر يا جماعه على فكره، مخطوط يعني، هو مش تتقال عليه كتاب، تتقال عليها مخطوطات يعني، صح كده يا باشا؟ تمام. مكتوب فيه الحلبي الابيض وبعض الكلمات مش واضحه ومش مفهومه. فصدفه كده كان في شويه حمام من حوالي سنتين جايين مع شاب من محافظه، مش فاكر بصراحه محافظه ايه، كان فيهم زغلول، فرد حمام عادي خالص زي الحلبي بتاعنا بس لونه ابيض. كانوا من بلغاريا تقريبا. تمام. المهم انا لفت نظري الزغلول وانا كنت قاري الكتاب، فخدت الزغلول وربنا كرمني وكبرته وجبت له انتهاء الى حد ما شبهه. تمام. الحمامه دي هي كلها شامي يعني، كل ملامحها وتكوينها اللي هي الشوامات الكركنديات والعبايسه والحلبيات والكلام ده كله يعني. النتايه بس طبعا هي مش حلبي. تمام. مش الحلبي المعروف، هي حلبي ابيض، بس مش الحلبي المعروف اللي هو الاحمر وديله ابيض او اصفر وديله ابيض. فجبت النتايه كان عليها 3 ريشات تقريبا، وشببتها واديتها للذكر. طبعا قعدت اكتر من 8-9 شهور اطلع حاجات بايظه خالص، حاجات بلدي في حكم البلدي. تمام. يعني جيناتكس وعلميا ان انت عشان تثبت نوع بعد 5 جيل،
تمام. فانا ربنا وفقني وقدرت افرغ 5 اجيال. هو الجيل الخامس لسه لبا. تمام. الجيل الخامس ده احنا هنوريه لكم برضو ان شاء الله. لا خليها كده ممكن او لو حابب مثلا نعملها كده. تمام. ادي الحمام يا جماعه، ده الحلبي الابيض اللي احنا بنتكلم عليه. تمام. دول 4 اجيال، دول 4 اجيال. في فرد تاني بس لسه صي صح؟ صي. المشكله ان النتايه بتبيض بيضه واحده. تمام. طبعا انا كنت منتظر النتايه بس عشان اردها على الاب. ربنا كرمني ببنوته واحده وهي اصغر بنوته. كل خلفه كانت ذكور، كل حصويه بتطلع كانت ذكر. تمام. وطبعا في اكتر من 12 13 جيل ما كانش ليهم علاقه بالحلبي لحد ما ثبت الحمد لله النوع. 5 اجيال ورا بعض طلعوا لي الشكل ده. يعني عايز برضو اعرف الناس ان ده مجهود يا جماعه. الاستاذ محمود عشان يطلع ال5 حمامات دول سنه وشويه او دخل في السنتين. قد ايه يا استاذ محمود؟ سنتين عشان يبقى عنده 5 فرد. 5 فرد عشان يثبت ان الحمام ده مظبوط. الاجيال دي كلها ورا بعض. الاستاذ محمود دلوقتي كان بيقول ان كان في بيطلع حاجات يعني مش مقياس يعني. اما دول 5 اجيال ورا بعض، دول متتاليين ورا بعض يا استاذ محمود. تمام. الاجيال دي ورا بعض. تمام. سبتوا ورا بعض الحمد لله. تقليب الحمامه احنا هنحط لكم برضو ليها صور. يعني بص الحمامه كل تكوينها شامي يعني حلبي بتاعنا. بس هو لابس كل تكوينها شوامات. هي بعيده عن الشقلباز كمان يعني حتى الدماغ بعيد عن تقليب الشقلباز. لا ملهاش اي علاقه بالشقلباز. يعني ممكن حد يقول ده شقلباز بس حافي، لكن ده الناس اللي طبعا هنحط الصور والناس هتفهم طبعا. الدماغ بعيد عن الشقلباز خالص. الدماغ كلها شوامات يعني اللي هو الكراكندي والحلبي والعبسي اللي احنا عارفينه يعني. طبعا مفيش حافيه، مفيش فيها شرابات ولا فيها اي حاجه. وكمان بعيد عن يعني انت حضرتك كنت بتقول ايه شبه البلدي من مكان بعيد يعني بعيد خالص، بعيد كل البعد يعني. بعيد خالص. باين حتى في البرنيطه وما شاء الله يعني البرنيطه من الودن للود. انا حاسس ان انا ماسك والكتاب مظبوط يعني. هو مش اختراع مننا. تمام. لا هو علميا حاجه علميه. تمام. الكلام ده موجود يعني هنزلكم الورق دلوقتي كان مكتوب فيه ايه. حلبي ابيض اهو. بص مفيش اي شرابات في رجله، مفيش اي خلع، مفيش اي حاجه خالص في الحمامه ما شاء الله. يعني انا بصراحه استاذ محمود انا لو شفت الحمامه دي انا اول مره اشوفها. يعني انا اول مره اشوف يعني تكوين، حتى تكوين الدماغ ولون كله ما شاء الله. هم ستاندر الحمامات دول كلهم تشوفهم ستاندر، مفيش فيهم اي يعني ما شاء الله ربنا يوسع عليك. ده ناتج بقى عن القرايه والبحث، وده اللي بنحاول احنا نعلمه للناس. الغاوي مش مجرد ان هم يجيب شويه حمامتين ويفرخهم كده، او عنده حمام معاه جنيهين جاب شويه حمام بقى غاوي. لا الموضوع مش كده خالص. البحث والقرايه والكلام ده كله بيفيدك حتى على المستوى العام يعني عيشتك والكلام ده كله. لازم القرايه والاطلاع دايما هو اساس كل حاجه. يعني الحمامتين دول يعني انا بشكرك طبعا يا استاذ محمود على المجهود دون وعلى الصبر. يمكن الحاج ماهر كان قايل ان الحمام محتاج صبر. فسنتين عشان افرخ 5 حمامات او 6 حمامات مجهود. وطبعا الناس اللي غاوي حمام فاهمه يعني ايه اقعد سنتين عشان افرخ او اثبت بيت. فطبعا ده وقت قليل برضه كمان يعني. هنوريكم الاب ومستنين بس البنوته الوحيده اللي طلعت وهنثبتها على ابوها وان شاء الله خير يعني. طيب ممكن تحكي لنا بقيه قصه الذكر ده انت جبته منين؟ ما زي ما قلت لحضرتك والله الذكر ده كان مع شاب في السوق، كان معاه شويه هومر وحاجات كده من بلغاريا. تمام. حتى دبل السعوديه ودبل الحمام كله مستورد زينه. تمام. كان معاه الزغلول ده. قلت له هو ده نوعه ايه؟ سالته. قال لي والله مش عارف، هو جالي في وسط الحمام. فاللي خلاني اتشدت له ان انا كنت قاري عن الحلبي الابيض ده. بس ما شفتوش بالظبط. وبعدين سالت حد من المربيين الغوال اللي احنا بنتعلم منهم؟ والله سالت يا عم ماهر، قال لي كان فيه الحاج ماهر حسين. بس ايه ظروفه انا ما شفتوه يعني. قال لي انا ما شفتوش. بس كان في حلقه قال لحضرتك كان فيه. عم نجيب برضو كان فيه بس انا ما شفتوش. ناس كتير والله قالوا لي يعني سمعنا عنه لكن هو مش موجود. تمام. بس فانا ما بفرضوش على الناس، بس هو لو كان فيه ادينا الحمد لله ربنا كرمنا رجعنا تاني.
تمام. بس بشكرك على المجهود دون، وان شاء الله في تقدم بامر الله باذن الله. احنا عرضنا الموضوع، عايزين ناخد اراء الناس الغوايه الكبار بتوعنا، على راسنا طبعا كلهم. بتوع الشامي انا مش بتاع شامي خالص، انا راجل بتاع غزار. تمام. بس يعني حاجه اجتهاد وحاجه هتفيدنا خلاص. تمام. ان شاء الله مستنيين تفاعل الناس واراء الغواة الكبار في الموضوع. طبعا ان شاء الله يعني هنصور تاني ناخد اراء الناس الغواة الكبار. اي حد عنده الحلقه عنوان بس، احنا ما اتكلمناش تفاصيل كتير. تمام. بس نشوف راي الناس، ولو اقتنعوا ولو شافوا هنوريهم الكتاب برضو. تمام. بالصور. الصور عندك يا استاذ محمد؟ موجوده معايا. هنشرح لكم بالتفصيل ايه اللي تم وازاي جت في بالي الفكره، وازاي ركبتهم، وازاي صبرت، وازاي فرحت. تمام. طريقه السنتين ونص دول هناخد اراء الناس، وهنكلم برضو ناس غواة كبار، هنكلم تليفون وهنروح نصور معاهم ونوريهم الحمام. وبعد كده هنرجع لكم تاني ونقول لكم استاذ محمود عمل ايه في السنتين دول عشان خاطر يطلع كام حمامه دول. بشكرك يا استاذ محمود على المجهود دون، وبالتالي ده سبق يعني ان شاء الله ربنا يوفقنا ان احنا نقدر نخدم الناس يا رب. وبشكرك تاني مره، ومتشكر جدا يا استاذ محمود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونتقابل في حلقه جديده. اهلا بكم في برنامج هوايات مصريه، ورجعنا لكم بموضوع جديد، وموضوع الناس بتتساءل عليه كتير، وهو ازاي ابتدي هوايه الحمام علينا. وهي خدنا النهارده عنوان من العناوين وهو التحضير. التحضير زي ما انتم عارفين، او الحمام الحضان زي ما قلنا قبل كده، وهنقول ان حمام الحضان ده حمام احنا بنشتريه، بيكون سعره هادي وفي متناول الناس، بنستعمله ك بديل لزياده الانتاج. ان انا باخد الحمام البيض